سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي، احلى متابعين في الكون كله. تعالوا بقى النهارده معايا فيديو جديد قمر كده زيكم. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، ولو انتوا متابعين الفيسبوك ما تنسيش تعملي لي متابعه للصفحه وتشيروا الفيديوهات كده لاصحابكم كده علشان الفيديوهات تنتشر والصفحه والقناه تكبر بيكوا وليكوا يا احلى متابعين واخوات في الكون كله. تعالوا بقى النهارده نشوف احنا هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا ده. بتعملي ايه يا ميرو النهارده هنعمل، بصوا لقيت بقى الفراخ رخصت شويه، وكمان حتى الفراخ لو ما كانتش رخصت شويه ولا انا المفروض ان انا لسه بقى نقله في الشقه الجديد وكده، فبصراحه محتاجه ان انا اجيب شويه خزين، فقلت ابتدي كده بالفراخ واحده واحده كده وعمر تاني البيت وكده، ربنا كده يجعله عامر دايما يا رب كده. فقلت بقى بمناسبه ان الفراخ النهارده كانت ب58 بعد ما كانت خلاص حصلت 80 و85، النهارده ب58. فقلت بقى اما انزل اجيب بقى شويه بانيه كده حلوين، واجيب جبت 4 فرخات، وجبت كيلو ونص من البانيه كده. قلت علشان ما يبقاش الحاجه كتير عليا النهارده في الوقفه على الحوض وكده، فقلت هجيب على جزئين، قلت هجيب النهارده وارجع تاني اجيب تاني يوم تاني، لان الفراخ رخيصه وكده، اللي عايز يجيب اليومين دول، لان كمان الجو حر فهم تقريبا رخيصه عشان الجو حر. فقلت يا بنت ميرو بقى قومي كده تنشطي كده وتشجعي وتشمللي كده وانزلي عند بتاع الفراخ، هاتي بقى كام فرخه كده ونضفيهم، وعلشان البيت يبقى فيه حاجه وكده. فاحنا عندنا بقى لحمه من العيد لسه وكده، فانا بقى مش هجيب لحمه، انا عندي بقى الفراخ اهوت، وهجيب برضو فراخ تاني واجيب بانيه تاني، علشان دول مش كفايه يعني، لان انا بصراحه كنت مشطبه خالص وما كانش عندي فراخ خالص، فلسه هجيب برضو كام واحده كده عليهم علشان اللي اظبط الديب فريزر تاني وكده. فهي بصراحة قلت لها نضفيهم لي كويس وقطعهم لي 4 كده، الفرخة 4، وكمان قلت لها سيبي لي واحدة بحالها علشان خاطر ابقى اعملها مشوية وكده. فقمت ماسكة بقى الفراخ حطاهم بقى، طبعا الحوض نضيف، فتقول لا حطاهم في الحوض يا مير، اقول لكم حطاهم في الحوض علشان الحوض انا غسلاه كويس جدا. فعلشان بصراحة الفراخ كانت ما شاء الله كانت معدية ال2 كيلو ونص، فما شاء الله كانت كبيرة، فانا ما عنديش الطبق مش هيجي في الحوض كبير كده يعني. ف يعني فضيتهم في الحوض وقلت هشطفهم واحدة واحدة كده، وهرجع اعيد عليهم تاني تنظيف تاني وشطف تاني ونقع تاني، يعني انتوا عارفيني طبعا، رجعوا الفيديوهات بتاعتي عارفيني ان انا يعني بصوا موسوسة جدا في غسيل الفراخ وفي الحاجات دي جدا، بحب ان انا اقعد انضفها. بصوا شايفين دقة دقة، انا بحب النظافة يا جدعان، بحب حاجتي كنت كلها تبقى نظيفة ومرتبة وكده. شايفين صف المواعين اللي قدامكم ده مغسول، ولازم ان انا اصفي المواعين كويس جدا قبل ما بدخلها المطبخ. ليه بقى؟ علشان كمان المطبخ بتاعك يفضل نضيف، ما يجيبش فيه اي حشرات اي حاجة. المية على فكرة بتجيب حاجات وحشة، يعني لما المية بتيجي كده في المطبخ بتحطوا المواعين مش متصفية، يعني لا انا ما بحبش كده خالص، بحب كل حاجة بنظام وكل حاجة تبقى يعني نظيفة كده ومترتبة يعني. فهنا بقى عندي بقى هي بتعشق الرجول، يعني سبحان الله والله العظيم لوحدها كده. فقلت بقى لبتاعة الفراخ حط لي بقى الرجول علشان بنتي بتحبها وكده.
فهنا بقى ايه، مسكت الفراخ بقى نضفتها كويس جدا. بس عايزه اقول لكم بقى بجد بزعل قوي قوي يا ولاد لما بلاقي بقى ان انتوا ايه مش معبريني كده في الفيديوهات، ومش بتحطوا لي لايكات ولا كومنتات كده. لا، عايزاكم تشهيصوني كده يا جدعان، والله شهيصوني كده عشان ارجع لكم كده بطاقه ايجابيه، واعمل لكم بقى اكلات بقى، واعمل لكم وصفات جميله كده. امتى بقى الشتا يجي؟ والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا بجيب، بصوا وشي كده بيجيب ميه وانا قاعده بسجل لكم، لان انتوا عارفين ان انا بسجل لكم كمان من غير مروحه ولا اي حاجه، علشان الصوت اللي يطلع كويس كده وما يكونش فيه دوشه بقى ووش بتاع مروحه وبتاع. فقلت لا، لازم ايه الواحد بقى يطلع الفيديو كده ايه، ولا كلمه يعني زي ما بيقولوا. فمسكت بقى هنا الفرخة وقمت بقى مدياها بقى شطفة جميلة كده من جوه ومن بره، وخليتها بتلمع بتلمع كده. فزي ما قلت لكم بقى ان انتوا لازم بقى ايه تشيروا بقى الفيديوهات كده، وتتفرجوا بقى على الفيديو الاخر، وتتفرجوا على الاعلانات، عشان هو ده اللي بي ايه يعني اللي بيظبط معايا الدنيا يعني. اتفرجوا على الاعلانات وادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم. وكل اي حد اي قناه فيكم مبتدئه محتاجه اي حاجه ابعتولي على صفحتي بتاعه الفيس في لمحه. اللي محتاج يفعل قناته، اللي محتاج اي حاجه يبعت لي على صفحتي بتاعه الفيس في لمحه، وانا تحت امركم واللي انتوا عايزينه كله. بجد انا والله العظيم مش هسيب اي حد فيكم، حتى لو ربنا كرمني في يوم من الايام وطلعت باذن الله باذن الله يا رب، والله ما هسيب اي حد بدون مقابل وبدون اي فلوس ولا اي حاجه. انا طبعا الحمد لله الحمد لله يا رب انا مش باخد فلوس من اي حد والله العظيم. ف اي حد محتاج مني ان انا يعني دعم او اي حاجه، تحت امركم يعني، ابعتولي بس وملكوش دعوه. احنا كلنا اخوات في الله وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم كلكم جميعا. والناس اللي لسه مبتدئه ما تيأسوش، والله العظيم انا بقالي سنه ونص، والواحد بصوا بيعافر كده علشان ان هو يطلع وربنا يكرمه، علشان دي تبقى مصدر رزق لينا ولولادنا. فطبعا الناس مفكرة بجد ان احنا يعني بنكبش من اليوتيوب ده كبش كده، بصوا بنكبش منه فلوس كل شهر قد كده. فالنبي يا جدعان سيبونا في حالنا، انتوا ما تعرفوش حاجة عننا. الناس اللي ملهاش في السوشيال ميديا واللي ملهاش في حاجة، ما تألفوش كده في دماغكم ويجيلكوا كده حاجة تهيؤات كده. فابعدوا عننا كده وسيبونا في حالنا. احنا بنتعب ما بننامش، حياة ربنا انا بصوا بيجي عليا اوقات انا ما بنامش، يعني انا بسجل لكم الفيديو ده يعني خلاص يعني الفجر قرب يأذن، يعني سيبونا في حالنا والله العظيم. الواحد ما بينامش والله على ما مثلا بيصور فيديو او يخلصوا مونتاج او يسجلوا، بيكون خلاص روحه طلعت. فحرام بجد سيبونا في حالنا، كل واحد بصوا بياخد رزقه ومفيش حد بياخد رزق حد. فربنا كده يكملها علينا بالستر ويكرمنا كده جميعا يا رب. الناس اللي بصوا الناس اللي زي هي اللي هتحس باللي انا بقوله. الناس اللي مش تبعي خالص ولا تبع السوشيال ميديا ولا الكلام ده خالص، دي اللي مش بتعرف اي حاجة، بتغني وخلاص، بتألف من دماغها وخلاص. فخليكوا ألفوا وكلموا براحتكم. بس هو ربنا اللي عالم وشايف. فالحمد لله ربنا ان شاء الله يكرمنا ويرزقنا من وسع باذن الله على قد تعبنا وشقانا. وان احنا بجد بنتعب جدا جدا في تصوير وفي مونتاج. وكمان انتوا مش متخيلين الحر اللي احنا بنبقى فيه لما بنكون مثلا، يعني انا لابسه الاسدال وطرحه وبصوا، والجو حر وبصوا ببقى اوقات يعني انا كمان بسجل لكم من غير مروحه علشان الصوت يطلع كويس. يعني كل ده الواحد بجد يعني الحمد لله بتعب على حاجتي جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله انا عارفه ان ربنا يعني كرمه هيبقى ان شاء الله كبير قوي قوي عليا، والله العظيم بجد. وطول ما انتوا صابرين وهتصبروا كمان اكتر، طول ما انتوا ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطركم. يعني ما تيأسوش اي حد في مكاني، واي حد لسه مبتدئ ما تيأسوش والله العظيم. اكيد ربنا شايل لنا حاجه كويسه قوي قوي. وانا طالما انا بتعب اكيد ربنا يعني ان شاء الله هلاقي في الاخر، اللي بيتعب هيلاقي، اللي بيتعب على حاجته بيلاقي في الاخر. ف ربنا يبعد عننا اي حاجة وحشة ويكملها كده علينا بالستر يا رب، والصحة وراحة البال. ويا رب بقى الموجة الحارة دي بجد تروح بقى، لان خلاص الواحد طلع روحه يا جدعان. احنا بنسيح، احنا بنبص بنسيح بالبطيء. انا خلاص انا اوقات بيجيلي ضيق تنفس من الحر. فانا عارفه ان ممكن يجيلكوا في الفيديوهات كده ان انا عندي بنهك شويه كده، والله ده بيكون من الحر. فالواحد الحمد لله ان هو يعني ماشي كده. فهنا بقى بعد ما خلصت الفراخ بصوا الكلام خدنا اهوت، وشفت انا بعمل حاجات اهوت مش بقول لكم.
كلام خدنا. طبعا انا هنا نقعت الفراخ بملح وليمون وغسلتها كويس جدا، ورجعت تاني فضيتها تاني، غسلت الحوض وفضيتها تاني، وبعد كده حطيت عليها ملح وليمون، وهسيبها بقى ايه يعني قيمة نص ساعة كده تتنقل، لان الجو حر مينفعش تسيبها اكتر من نص ساعة. الجو حر فلازم ان انا اغسلها واصفيها وانقعها يعني، بنقعها واغسلها تاني من المية اللي بملح بليمون ديت. وبعد كده بعينها بقى في الديب فريزر على طول عشان الجو حر، مينفعش ان هي تقعد اكتر من كده في الجو ده. يعني لو في الشتاء ممكن اسيبها ساعتين 3 في المية دي، لكن في الحر ما ينفعش خالص. هنا بقى بعد ما خلصت قلت هسيبهم بقى يتنقعوا شويه، وبعد كده اروح بقى احضر فطار، لان انا كنت قمت بدري عشان الفراخ وكده، والعيال الولاد كانوا نايمين وكده. فصحيتهم وقلت لهم ايه تعالوا بقى نفطر. كنت جايبه فول بقى وطعميه معايا وربطه الجرجير دي كانت عندي في التلاجة، قلت اما اغسلها. وجبت بقى هنا الطبق الحراري ده، انا بحب اعمل فيه الفول بصراحه. في ناس كتير قوي في الكومنتات بتقولي انت يا بينو بتعملي في الطبق ده على البوتاجاز كده. يا جماعه عادي والله، انا بيتعمل فيه بيض وبيتعمل فيه فول وكل حاجه، انا بعمل فيه كل حاجه. اهم حاجه ان انتم يعني هو الطبق سخن، هو ما ينفعش تنزلوا بيه باي حاجه ساقعه. لو حطيتوا فيه اي حاجه ساقعه هتفرقع، فخدوا بالكم من الحته دي قوي. يعني مثلا انتوا حاطين الحله على النار، مثلا بتعملوا بصلايه، بتقلوا بصلايه، ما ينفعش تحطوا فيها الصلصه الطماطم ساقعه من الخلاط، ما ينفعش. سخن على سخن، الحراري عايز سخن على سخن، يعني تزودي بيه سخن، ما ينفعش تزودي بيه ساقع. فهنا بقى كنت بوضب بقى الفول، بصراحة كان متوضب، فحطيت له بس نص ليمونة، وحطيت له ايه شوية من الزيت كده. طبعا الحاجات عندي خلصانة ولسه هجيب، فكان عندي زيت التموين بس، فاستكفيت بيه وخلاص بقى الحمد لله. على كده على ما بقى لسه اجيب خزين بقى، لسه ما جبتش خزين هنا في الشقة دي. فانا بصراحة في الاخر ايام ما كنت بنقل وكده، فكنت ما كنتش بشتري بصراحة، قلت لا لما انقل ابقى اجيب حاجات لسه تكون عندي لسه ايه جاية وكده. فقلت هبقى انزل بقى نازله فتح الله وكده، اقوم نازله جايبه الحاجات كلها اللي انا محتاجاها بتاعه السوبر ماركت. اما اجيب بس شويه الحاجات اللي في الديب فريزر الاول، وبعد كده ايه اجيب بقى النواشف بقى وزيت ومكرونات، واجيب شويه حاجات زي كده. اعمل لهم بقى سندوتشات، لانهم ما لهمش بقى ان هم يقعدوا يغمسوا بقى وكده. فاعمل لهم ايه فول كده. بصوا والله العظيم تحس ان احنا كنا على عربية الفول يا ولاد، والله العظيم بألف هنا وشفا. الفول كان طعمه تحفة بالعيش البلدي، كنت لسه جايباه برضو من الفرن معايا وانا تحت. فبصراحة كان طعمه جميل جدا. كان بص انا بحب الفطار ده قوي، ولا تقولي لي بقى جبنة رومي، ولا تقولي لي الكلام اللي ما ياكلش عيش ده من الاخر يعني، ما ياكلش عيش. لا هو الفول والطعمية ده احلى فطار، احلى فطار شعبي ريفي جميل كده مصري اصيل. فعملته كده ايه بالطريقة دي. عملت كمان السندوتشات الطعمية كده، حطيت عليها جرجير كده وخيار يا ولاد، وخليتهم يا لهوي على الجمال. تعالوا بقى افطروا معايا. اكيد بقى انتوا بصوا هتشوفوا الفطار بقى تقولوا ايه يا ميرو ده. اه يا جدعان احنا بصوا، هو ده الشعب المصري الاصيل بتاع الفول والطعمية. سيبكم انتوا من الرومي واللانشون والبيف والحاجات اللي ما تاكلش عيش، والبسطرمه وبيض بالبسطرمه والكلام ده. خش على سندوتش الطعميه كده بالجرجير والخيار بقى، يا سلام ما اقولكوش على الجمال والله العظيم. الف انا وشفا، بصراحه الفطار كان جميل جدا، وكان يوم جميل. خلصت حاجتي والحمد لله. فبعد ما خلصت بقى الحاجة هنفطر بقى، هنفطر الأول، وبعد كده كيسها وأقوم حطها ايه في الديب فريزر وتكون جاهزة معايا. شايفين بقى شكل الصينية يا ولاد؟ يا سلام عليا. ونروح بقى نفطر وارجع لكم تاني بقى ايه نشوف نعبي الحاجة بتاعتنا. تعالوا بقى هنا ايه بعد ما فطرت كده والحمد لله، وبصوا شربت شوية حاجة ساقعة كده، لأن بصراحة الجو حر مبشربش شاي أصلا. فهنا بقى ايه قمت جبت بقى الاطباق بتاعتي دي، هحط بقى فيها الفراخ. طبعا بصوا حطوا على قد ما انتوا هتاكلوا، ما تحطوش بقى فرخة مش عارفه ايه، لا مش عشان قدام الكاميرا بقى هقعد الف يعني. لا انا بحط بصراحة الحاجة اللي احنا هناكلها بحطها، لو نص فرخة فمش عشان قدام الكاميرا، لا انا بصوا بعيش معاكوا حياتي بطبيعتي، بكل حاجة بكل تفصيلة. انا بكل حاجة والله بعملها بطبيعتي في الفيديوهات زي ما انا بعمل على طول يعني في الطبيعي. الفرخة دي اللي انا قلت لكم هشويها، احطها بحالها كده اكتفها واسيبها بحالها، علشان انا ايه هبقى اشويها كده معاكم في الفيديو يعني. فهنا برضو ايه الكتف مش راضية تتكتف، اجي اكتفها تتفك، اجي مش عارفة، كانت جامدة كانت جامدة قوي بصراحة. كتفتها بالعافية. فتحسوا ان هي كانت لسه صاحية يا ولاد والله العظيم. فتعالوا هنا بقى ايه بحط ايه يعني نص فرخة 3/4 كده على قد ما احنا هناكل.
فعلشان الفراخ دي بالذات اول ما بتبات ما بناكلهاش خالص، بتترمي، فخساره بقى وحرام، الحاجه غاليه كده، فحرام ان احنا نرمي حاجه بصراحه. فبحط على قدنا، لو هناكل نص فرخه اعمله نص فرخه، لو هتاكلوا ربع اعملي ربع، ما كتروش، جو حر اساسا ومفيش اكل كتير. واحد والله بحس ان انا يعني الواحد بياكل معلقتين ويقفل كده مره واحده في الحر. وهنا البانيه برضو كنت جايبه كيلو ونص هعمله على نصاص، والكبد والقوانص بقى ايه احطها في طبق، ابقى اعملهم برضو ايه بالبصل والفلفل، وبيبقوا طعمهم حلو بصراحه. فهنا برضو ما كنتش بصراحه جايبه كبد وقوانص، فخلي دول ابقى اجيب عليهم لان دول مش كفايه طبعا. كده بقى يا ولاد يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ما تنسوش بقى لو انت لسه بقى اول مره بتتابعوني، انزلي بقى حط لايك وشير وسبسكرايب لو انت لسه بتتابعوني، وقولي لي بقى انت بتتابعوني من انهي بلد عشان انزل ارحب بيكوا يا قمر انت وهي. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص ان شاء الله باذن الله. استنوني في فيديوهات حلوه كتير جدا الفتره اللي جايه، نعمل لكم بقى وصفات ونعمل لكم حاجات جميله جدا جدا الفتره اللي جايه دي. وكده يعني خلاص بقى هكيس الفراخ وحطها في الديب فريزر، وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام.